مساء الخير. حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها البيان التاريخي لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وننتقل في ساعتنا الثانية للحديث عن انطلاق مؤتمر تجمع سوريا الوطني الاقتصادي. من اسطنبول يتلو عدد من أعضاء حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب بيانا على لسان عبد الله أوجلان زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني. أعلن فيه مجموعة من التوصيات أبرزها دعوته حزبه لإلقاء السلاح وحل نفسه، داعيا إلى تجاوز ما جرى خلال العقود الماضية. بيان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني يطوي صفحة طويلة من النزاع بينه وبين الحكومات التركية المتعاقبة كانت مليئة بالعنف والدماء، مؤكدا أن تأسيس العمال الكردستاني جاء لمواجهة التحديات التي زالت الآن، وموجها في نهاية بيانه الذي أرسله من سجنه في جزيرة إمرالي تحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولكل الأحزاب. أما في دمشق فنتابع انطلاق فعالية مؤتمر. قبل أن نبدأ النقاش نتعرف في هذه المادة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا: عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، والدكتور أويتن أورهان منسق مركز الشرق الأوسط من أنقرة، وسلام حسن الصحفي معنا من القامشلي، هوشانك أوسي الكاتب الصحفي من بروكسل. مرحبا بكم جميعا. دكتور أويتن، إعلان تاريخي من عبد الله أوجلان يدعو فيه صراحة حزب العمال. أستاذ هوشانك، مرحبا بك. إلى أي درجة سيستجيب قادة حزب العمال الكردستاني القادة العسكريون إلى دعوة أوجلان لإلقاء السلاح؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين في الوطن السوري وفي المهاجر وفي تركيا أيضا. قبل التعليق والإجابة على سؤالك ينبغي توضيح بعض النقاط. أنه دعوة أوجلان لحل حزبه هذه ليست الأولى من نوعها، فهو دعا سنة 2001 حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه، واستجاب الحزب وقت ذاك وحل نفسه وغير اسمه في مؤتمر يعني رسمي موجود ضمن وثائق وأرشيف حزب العمال الكردستاني. هذه الدعوة الثانية لزعيم الحزب، لأن الحزب أعاد تشكيل نفسه في 2005. طبعا أنا أعطيك معلومات في تتعلق بتاريخ حزب العمال الكردستاني. زد على ذلك أنه المفاوضات جارية بين عبد الله أوجلان والدولة التركية حتى قبل مقتل حسن نصر الله وما حدث في إيران. يعني الموضوع منفصل تماما عما يجري وجرى في لبنان. هنالك مفاوضات تتقطع تارة، تتفاعل تارة أخرى بين حزب العمال الكردستاني من جهة والدولة التركية من جهة أخرى. مفاوضات على مستويين: مستوى إمرالي ومستوى جبال قنديل، قيادة الحزب في جبال قنديل. مدى الاستجابة، يعني آتي على الإجابة على سؤالك، في تقديري
ظاهريا ووفق بيانات وتصريحات قيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، يقولون أنه نحن مع زعيمنا، نحن مع ما يراه عبد الله أوجلان مناسبا لنا وللقضية الكردية، لكن كيف؟ يعني يتساءلون على الجدولة، على الخطوات، على ما ينبغي أن يعني تقوم به الدولة التركية من إصلاحات. يعني موضوعة إلقاء السلاح، أين يلقون السلاح؟ كيف يلقون السلاح؟ ينبغي أن يكون هنالك خارطة طريق متفق عليها بين الطرفين، وأن يكون هنالك جهات أو جهة ثالثة راعية يعني لعملية نزع السلاح أو إلقاء السلاح. هذا الأمر في تقديري هو رفض غير مباشر لقيادة حزب العمال الكردستاني لتصريحات أوجلان، وهذا الرفض يعني كان واضحا في تصريحات جميل بايك ومراد كرايلان في إعلام حزب العمال الكردستاني قبل أسبوع. وفي تقديري أنه سيكون الأمر على ما هو عليه، لأنه قيادة حزب العمال الكردستاني حاليا يعني تستقوي بالدعم الإيراني، وبالتالي أي سلام في تركيا ربما لا يخدم المصالح الإيرانية، لأنه إيران تريد استمرار الأزمة في تركيا وتريد استمرار الأزمة في سوريا أيضا. مقصدي أنه الكل مع السلام، لكن أي سلام وبأي طريقة وبأي خرائط طريق تحفظ للكرد وجودهم وحقوقهم وكرامتهم. وماذا تغير في تركيا؟ يعني حتى يقول أوجلان أنه يضمن بصفته ماذا؟ يعني هل هو رئيس الدولة؟ هل هو رئيس الحكومة؟ هل هو رئيس الاستخبارات أو يعني رئيس البرلمان التركي؟ بأي صفة يعني يضمن لحزبه ولأنصاره أنه ألقوا السلاح يعني وما تبقى سيبقى عليه؟ في يعني هذه مفارقة أليس كذلك أستاذ هوشانك؟ يعني أنت قبل الضمان التركي يعني فكرة أنه تصريحات مثلا مراد كرايلان قبل أسبوع وقبلها بأسابيع أيضا لجميل بايك أنه هم القرار برمي السلاح أو بإلقاء السلاح هو بيد الحزب وليس بيد أوجلان نفسه. أليست هذه مفارقة؟ يعني أن يزاود قادة قنديل على أوجلان نفسه مؤسس حزب العمال الكردستاني، آبو هذا القائد التاريخي للحزب. في تقديري أنه هؤلاء القادة منذ اعتقال أوجلان و25 سنة على اعتقاله هم الآن يديرون شؤون الحزب والزعيم في السجن، وبالتالي تأثيرهم على الحزب يعني يكاد يكون قد تجاوز تأثير أوجلان نفسه. أوجلان يعني يسيطر على بعض الأجنحة، لكن في سنوات غياب عبد الله أوجلان عن إدارة الحزب، عن مؤسسات الحزب، بقي رمزا معنويا يستخدم للاستثمار الإعلامي داخل الحزب. لكن القرار الأساسي والمصيري الآن الحزب يقول أنه نحن مؤسسة، هذا زعيمنا، لكن الحزب ليس آبو، الحزب هو مؤسسة. الحزب يعني كل هؤلاء المقاتلين وهم بالآلاف ماذا نفعل بهم؟ كيف سيصار إلى تسوية ملفاتهم؟ الموضوع ليس بهذه السهولة والبساطة، يعني ألقوا سلاحكم وانتهى الأمر. يعني طيب. في تقديري تصريحات أوجلان بطريقة أو بأخرى هو بيان استسلام تاريخي لعبد الله أوجلان. لكنه دعا هو قال أن الظرف التاريخي تبدل، وبدلا من العمل المسلح اللي كان في فترة ماضية الآن يعني الوقت مناسب للعمل السياسي، للعمل السلمي. يعني هذا صحيح، هذا صحيح، لكن الموضوع بحاجة إلى إجراءات ثنائية، يعني من طرف الدولة ينبغي أن يكون هناك إصلاحات أو استجابة. طيب. يعني هؤلاء سيذهبون، يعني هل سيبقون في الجبال أم يأتوا ويستسلموا للدولة التركية يعني طيب. ويزج بهم السجون؟ يعني الطريقة ليست بهذه السهولة والبساطة التي يراها أوجلان. طيب خليني أنقل هذه النقطة. يعني سيحصل تغيرات، تتوقع تغيرات الآن في سوريا، وربما السؤال يعني حتى نفهم الأمر المطروح دائما أنه الآن من يتحكم بالقرار؟ يعني برأيك من هو المؤثر أو لم يكن مفتاح القرار أكثر في قسد؟ هل هو دعم مثلا الولايات المتحدة بالدرجة الأولى؟ هل ما يحصل في تركيا سيؤثر؟ هل الجناح الذي يستقوي بالدعم الإيراني كما قلت هو صاحب القرار الأول؟ هل فرنسا يعني التي أيضا لديها موقف داعم لقسد؟ ما رأيك؟
شوف، التحالف الدولي متمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، آه، غير راضين على يعني عن أداء قسد وتغلغل حزب العمال الكردستاني الذي يشكل عبئا. نعم أستاذ هوشانك، مفترض سواء في سوريا أو في تركيا، وأشار هو يا عبد الله أوجلال أنه الظرف التاريخي تغير. أستاذ هوشانك، كنت يعني سألتك عن موضوع، ونتحدث عن موضوع انعكاسات إعلان أوجلال وما يحصل في تركيا على سوريا، وتأثر أيضا ما يحصل في سوريا بالأوضاع الإقليمية وحتى الدولية. بطبيعة الحال الأمور متداخلة. سوريا تشبه تركيا في مشاكلها وقضاياها، وتركيا تشبه العراق وإيران فيما يخص التنوع القومي واستحقاقات هذا التنوع القومي دستوريا وديمقراطيا. وبالتالي العنف الذي كان موجودا وما زال موجودا في تركيا هو يعني بتأثير طرفين، الدولة وحزب العمال الكردستاني. فينبغي يعني وبزوال الأسباب تزول النتائج. أي عملية حل سلمي في هذا الخصوص ينبغي أن يكون ضمن حزمة معينة من الإصلاحات، تنازلات من الطرفين. هذا الأمر أيضا ينعكس على دمشق. يعني دمشق تحاول فرض الاستسلام على قسد عبر مسألة التسليم. هذا لا يجوز يعني وطنيا وديمقراطيا. ينبغي أن يكون هنالك تفاهم، خطة معينة والتزامات. وأنا ضد مسألة شيطنة الحقوق يعني وربط كل شيء بإسرائيل. ممر داوود هذا للاستهلاك الإعلامي. أي شيء في سوريا إذا أردت أن تشيطنه فاربطه بإسرائيل. يعني الإدارة الذاتية في الشمال السوري خضعت لهكذا أشكال من الشيطنة وما زالت تخضع. يعني بتقدير السوريين عندما يعترضون على شكل الإدارة الذاتية في الشمال السوري ينبغي أن يكون ذلك يعني نابعا من حرصهم على وحدة وسيادة ومصالح سوريا، وليس حرص على وحدة ومصالح أي طرف آخر، وأعني بالذكر يعني تركيا. في تقديري هذا النداء التاريخي لزعيم حزب العمال الكردستاني سيقوي الجناح السوري داخل قسد، وربما أي اهتزاز داخلي في قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل سيخفف من وطأة القبضة الأمنية لحزب العمال الكردستاني على قسد، وبالتالي سيكون هنالك مجال للمناورة، مجال لأن يكون قرار قسد وإرادة قسد أكثر كردية، أكثر سورية وداخل الإطار السوري، بمعزل عن الإملاءات التي كانت يعني تنقل إلى قسد من جبال قنديل. وهذا النداء سيعزز كما ذكرت موقف مظلوم عبد الذي يمثل التيار السوري، وسيضعف الجناح القنديلي داخل قسد، وهو جناح موجود ولا يمكن لأحد إنكار وجوده. معالجة هذه المسائل في تقديري ينبغي لدمشق أن تدعم الجناح السوري، لا أن تحاول فرض الاستسلام على قسد ككل، وبالتالي فتح قنوات حوار مع المجلس الوطني الكردي، مع النخب الكردية، وأن لا يكون الحل يعني وفق يعني تصور الإملاء والأمر والقهر والقصر على الطريقة البعثية السابقة. نحن نعيش سوريا جديدة. سوريا ينبغي أن تتغير ولا تكون يعني فيها إعادة تدوير للنظام البعثي السابق تحت مسميات أخرى. هذا التغيير ينبغي أن نشهده في الإعلام السوري وفي الخطابات الثقافية والسياسية والإعلامية ككل، وينعكس ذلك على إصلاحات ومرونة أكثر مع حق الأطراف، يعني الجنوب السوري، الساحل السوري والمركز دمشق وحلب. كل هذه المناطق ينبغي أن تحظى بشراكة كاملة، وأن يكون يعني وجودها وهويتها محفوظة، وكرامتها من كرامة كل سوريا محفوظة ضمن الدستور السوري، ضمن الحل النهائي لسوريا التي تشبهنا جميعا ونطمح إليها جميعا بأن تكون ديمقراطية ووطنية ولا مركزية ومنصفة لكل مكونات الشعب السوري.
دكتور أويتن، باحث في مركز جسور للدراسات من عنتاب، دكتور أويتن أورهان المنسق لمركز الشرق الأوسط من أنقرة، سلام حسن الصحفي من القامشلي، هوشانك أوسي الكاتب الصحفي من بروكسل. مشاهدينا، بعد دقائق على رأس الساعة لدينا محور ثاني في سوريا اليوم من مركزنا في دمشق.